عندك القرنبيط او الشيفلور، اجي نوريك شنو ممكن نحضروا به. واحد الوصفه كتجي لذيذه بزاف ما تشبعوش منها. غنحتاجوا حبه ديال الشيفلور، تكون كبيره ولا متوسطه على حسب عدد افراد الاسره. غادي نحيدوا هذاك الراس الوسطاني وغادي نقسموها، نديروها في طنجره، نزيدوا عليها الماء، رشه ملح، طرونش الحامض، شويه د الحليب باش ما يعطيش الريحه في السليق. نسلقوه مزيان، نصفيوه ونمعكوه مزيان، نزيدوا عليه الفرماج محكوك، تحميره، شويه البزار، الملح حسب الذوق، وتوم بودره، قزبر معدنوس، الدقيق الابيض. هنا درت 2 المعالق كبار دقيق الابيض، وغادي نخلط هادشي كله مزيان. بان ليا باقي جاري، غادي نزيد ليه معلقه واحده اخرى ديال الدقيق الابيض. من بعد غادي ندير في يديا شويه ديال الزيت، وغادي نحاول ندير هكا كريات ونشكلهم على شكل اقراص. كيف شفتوا الخليط كيكون هكا شويه مرخي. غادي نديرهم هكا في البيض مخفوق، وغادي ندوزوهم في الشابلور او الخبز المحمص حتى نكمل الكميه كلها اللي عندي. وغادي ندخلهم للمجمد لمده ربع ساعه. من بعد ما دازت ربع ساعه غادي نسخن المقله ديالي، وغادي نديرهم على نار متوسطه حتى يتحمروا من الجهتين. تبان القرنيشه كيجيو لذاذ مقرمشين. نقدموا مع الصوصات اللي كتحبوهم، حتى حد ما يعيق بهم ان فيهم الشيفلور. وبصحه وراحه، وما تنساوش ليا لايك.